أنت اتهمت في الإعلام العربي وفي الإعلام الغربي بأنك أفتيت بقتل الفأر ميكي ماوس، فما هو ردك على أهل الغرب والشرق؟ أنا لا يوجد لي فتوى بقتل ميكي ماوس إطلاقا، ولا أحد سألني وقال ما حكم قتل ميكي ماوس فأفتيته نعم يجوز أو يجب قتل ميكي ماوس. هذا كلام ما حصل إطلاقا. أنا كان لي حديث عن تأثير الصور في الناس، طيب، وكيف أن الأفلام تؤثر في النفوس، وقضية نشر التنصير عبرها ونشر الإلحاد، وقضية السحر وما السحر وهاري بوتر، وقضية يعني إثارة الشهوات وعدم قناعة الرجل بزوج بزوجها عن الصور. ودخلنا من موضوع لموضوع لأن وصلنا إلى قضية أفلام الكرتون وأثرها على، وذكرت أنه بعض الشخصيات الكرتونية مثل الكلب والخنزير والفأر، وهي حيوانات ممجوجة شرعا مذمومة شرعا، تمجد في الأفلام الكرتون، وأنه ليس من الشيء التربوي أن يعرض على الناس، وأن الفأر مثلا يقتل في ويسقة وفي الحل والحرم وكذا. الاتيان بقضية ميكي ماوس أو قضية جيري هذا جاءت عرضا وجاءت على سبيل المثال، ولا أنا يعني هو لا يمكن واحد يعرف أن ميكي ماوس شخصية كرتونية يفتي بقتلها، لأن لا تقتل إلا في عالم الأوهام والأفلام والأحلام.